المتابعين، أنا حيدر يلوى من شركة النجوم للعقارات في تركيا يلوى. متابعينا الكرام، اليوم عندنا واحد من العروض المميزة جدا في منطقة فاتح جادة، أي في مركز مدينة يلوى. هذا العرض للأشخاص اللي حابين يشترون عقار أو شقة بالقرب من البحر أو بإطلالة بحرية جانبية. الشقة هذه تقع في الطابق الأرضي المرتفع بمساحة 135 متر مربع، وتتكون من 3 غرف، حمامين، تواليت، بالإضافة إلى مطبخ وصالون. الشقة البيع مع الأثاث. متابعينا الكرام، تعالوا نشوف الشقة من الداخل، ولا تنسون الاشتراك على قناتنا على اليوتيوب ومتابعتنا على الفيسبوك والانستغرام، كلها باسم حيدر يلوى. حياكم الله متابعينا من جديد. طبعا مثل ما ذكرنا قبل قليل انه الشقة تقع بالقرب من البحر، يعني بامكانك ان ترى البحر من هذا الشباك وهذا الشباك. طبعا البحر هذا وقبالك ساحل منطقة الفاتح، بالاضافة الى انه انت راح تسكن في احسن موقع تقريبا في المنطقة. طبعا بهذه العمارة راح يكون ماركت ميغروس، يعني انت قريب من الخدمات وباحسن موقع في المنطقة. متابعينا الكرام، تعالوا خلينا ندخل لداخل الشقة ونشوف كل تفاصيلها. متابعينا الكرام، هو هذا مدخل العمارة. طبعا راح نشوف من جوا انه مدخلها ما شاء الله عليه شرح، وطبعا هسه حاليا الاضوية ما تنفتح لكون انه طبعا احنا في النهار وليس في الليل. خلينا نشوف الشقة من الداخل. حياكم الله متابعينا الكرام، هو هذا مدخل الشقة. طبعا احنا راح نتكلم بالبداية عن المدخل راح يحتوي على دولاب خاص للأغراض والملابس اللي ممكن تجي من برا او تكرمون للأحذية. هذا الجوا، الخانات الجوا للأحذية. طبعا هذا الدولاب راح يكون خاص للملابس، على مود الملابس اللي تجي من برا تقدر تعلقها هنا بهذا الخانة مال الدولاب، وايضا للأغراض اللي انت ما تحتاجها تقدر تخليها فوق بهذا الدولاب. ايضا راح يكون عندنا جنب هذا الدولاب دولاب اخر، او عفوا في نفس الكوريدور دولاب اخر ايضا نفس الترتيب بالكامل. هنا ممكن تعلق الملابس اللي تجي بيها من برا، وايضا ممكن تستخدمه كخزانه للاغراض الزايده. طبعا احنا هذا هو المدخل اللي جاي نشوفه. متابعينا الكرام، مدخل جدا شرح ورائع، ومساحته جدا واسعه. يعني الشقه اول ما ندخلها شقه شرحه. راح يكون عندنا اول ما ندخل على جهه اليمين هو المطبخ واسع مثل ما جاي نشوفه، ومساحته جدا جيده. يعني بامكانك انه تخلي طاوله مثل ما جاي نشوف هذه الطاوله اللي موجوده هنا، بامكانك انه انت تخليها وبراحه هالطاوله ممكن تتغدون او تاكلون او تتريقون بالمطبخ. جاي نشوف المطبخ جدا رائع، السيت كامل الساحبه، الفرن الطباخ كله موجود به. راح يكون عندك الثلاجه ايضا من النوع الجيد جدا، هي ماركة ارجلك. راح تكون ثلاجة هم اقتصادية، وايضا راح تحمي الخضروات والفواكه. طبعا هذه راح تكون بها الاشعة الزرقاء الجوية، نشوفها احنا مثل ما نشوف متابعينا. هذه راح تحمي الخضروات والفواكه وتخليها اكثر مدة من الزمن تازة. هذا هو المطبخ. طبعا المطبخ تكلمنا عنه، راح يحتوي ايضا هذا المطبخ ايضا على غسالة صحون. هذه هي غسالة الصحون اللي جاي نشوفها، جاية متناسقة مع ديكور المطبخ. جاي نشوف متابعين، هذه هي غسالة الصحون. طبعا ممكن تقدر تفتحها منه، تقدر تفتحها من الجهة الفوق. هذه هي غسالة الصحون، بالإضافة إلى أنه مطبخ متكامل من كل الأشياء الأساسية به، من ناحية الفرن، الطباخ، الساحبة، والثلاجة. بعد ما طلعنا من المطبخ نرجع أيضا للكوريدور. الحلو اللي يميز هذه الشقة، راح تنعزل غرف النوم عن الصالون عزل تام. تعالوا نشوف. بعد ما طلع المطبخ راح يكون جنب المطبخ مباشرة اللي هو الصالون. هذا هو الصالون، جاي نشوفه متابعينا الكرام. الصالون مساحته جيدة، وأيضا بإطلالة الجانبية للزقاق. هذه هي الإطلالة الجانبية للزقاق. طبعا أنت ممكن نشوف البحر، جاي نشوف ذاك هو البحر اللي قبالنا. هذا هو البحر، تعالوا نقرب الكاميرا عم يصير صورة أوضح. هذا هو البحر اللي قبالنا. تعالوا خلينا نفتح الشباك، او ما يحتاج نفتح شباك، منه نقدر نشوف احنا البحر. هذا هو البحر اللي قبالنا، هذا هو البحر. جاي نشوف هذا البحر كله كامل قبالنا، راح يصير من الصالون، ممكن نشوفه من الصالون. الصالون مساحته جدا جيدة، وايضا متكامل من حيث الاثاث اللي تحتاجه. طبعا التدفئة راح تكون كلها تدفئة السيستم الحديث اللي مو يكون تحت الارض، اللي يكون فوق الارض. بعد ما طلعنا من الصالون راح يكون عندنا جنب الصالون احدى الغرف. ايضا هذه الغرفة راح تكون مؤثثة بالكامل، دولاب موجود بها، جاي نشوفه هذول متابعينه، بالاضافة الى سريرين
متنسقات وجيدات. طبعا هذه سريرين ماركة استقبال جيدة جدا، حتى بيها راح تحتوي على ساعات خاصة للمنبه، يعني انت ما تحتاج تخلي تليفونك جنب راسك. هذه هي اطلالة الغرفة الجانبية، راح تكون اطلالة جانبية على البناء الخلفي. طبعا نجي نشوف متابعينا، الغرفة جميلة جدا، اثاثها جدا رائع، راح تحتوي على وحدة تكييف. طبعا كل الغرف تقريبا تحتوي على وحدة تكييف، ف يعني من ناحية الاثاث انت ما شيل هم نهائيا. الحلو مثل ما ذكرنا اللي يميز هذه الشقة راح تكون غرفها كلها معزولة. هذا الباب اللي يدخلك على كل الغرف. اول ما نجي راح نشرح على الحمام، طبعا عفوا او التواليت. هذا التواليت يكون خاص، ممكن تخليه للخضار، راح يحتوي طبعا على تواليت، سيفون، مغسلة، بالاضافة الى التواليت كامل، يعني كل التواليت متكامل ما بيه اي نقوصات. راح يكون، احنا راح نحكي بالبداية بالسرة، راح يكون مقابل التواليت مباشرة غرفة النوم الثانية. احنا شرحنا على غرفة النوم الأولى، هذه هي غرفة النوم الثانية. نجي نشوفها متابعينا. راح تحتوي أيضا على دولاب متكامل بالإضافة إلى سريرين ووحدة تكييف، مثل ما نجي نشوفها متابعين، وحدة تكييف متكاملة. بعد ما طلعنا من الغرفة الثانية راح يكون عندنا جنب التواليت اللي قبل شوي شرحنا عليه. احنا دخلنا من هذا الباب، هذا التواليت وهذه الغرفة، احنا راح يكون عندنا جنب التواليت ايضا الحمام الرئيسي. الحمام الرئيسي راح يكون متكامل من السيفون اللي جاي نشوفه، راح يكون ايضا متكامل من الشاور بوكس، وايضا المغسلة، وراح تكون هنا غسالة الملابس في هذا الحمام. بعد ما خلصنا من الحمام راح يكون عندنا هذه الغرفة الرئيسية، وهي آخر غرفة، غرفة الماستر روم. طبعا هذه غرفة راح تمتاز بكونها تحتوي على بالكون جدا جميل، وأيضا راح تحتوي على سرير نوم متكامل، وأيضا راح تحتوي على وحدة تكييف مثل ما جاي نشوفها متابعيني. راح تحتوي أيضا هذه غرفة النوم على بالكون جانبي. تعالوا نطلع للبالكون وخلي نشوف تفاصيله. هذا هو البالكون الجانبي، طبعا كله الجام عازل للصوت. قبل لا نطلع من الشقة لازم نذكر هالشيء، والشيء مهم جدا. هذا هو البالكون بإطلالة جانبية، راح تكون إطلالته على هذا الاتجاه وأيضا على اتجاه الزقاق الثاني، يعني ماخذ زقاقين، هذا الزقاق البالكون ماخذ، وهذا الزقاق الثاني. بالكون جميل جدا، ممكن هنا تخلي لك ميز طعام، ممكن تخلي لك ميز تستخدمه لشرب القهوة والشاي، وهذه ممكن لأصحاب النارجيلات هم، مو بس القهوة والشاي. طبعا رجعنا مرة ثانية، دخلنا للغرفة من الداخل. نجي نشوف متابعينا، طبعا الغرفة مقسمة إلى جزئين. هذا الجزء الأول اللي راح يكون مخصص للنوم، وأيضا جزء البالكون اللي شفناه قبل شوي طلعنا من عنده. هسه راح نجي للجزء الثاني. طبعا الغاز اللي جاي نشوفه، تدفئة الغاز راح تكون من النوع الكبير جدا، وأيضا هنا مستخدمين ميز التواليت اللي يكون جامته أو مرايته معلقة. طبعا هذه عندنا راح تكون، مو ما نقول غرفة تبديل، وإنما نقول إنه هذه جزء التبديل في هذه الغرفة، لأن هي غرفة عبارة عن أجزاء. طبعا هذا هنا راح يكون عندك الكنتور، راح يكون عندك مكان الدولاب، مكان ملابس يتعلق به، الدولاب اللي يتعلق به الملابس. طبعا هذا الدولاب راح يكون طبعا هو من اصل الحائط. نجي نشوف، لان هسه راح يكون عندك مع الحائط مباشره اللي فوق، فالدولاب راح يكون متكامل ومتناسق مع الحائط. راح يكون عندك ايضا داخل هذه الغرفه هو الحمام الرئيسي. الحمام الرئيسي او حمام ماستر روم التابع للغرفه، راح يكون حمام ماستر روم متناسق مع ديكورات الغرفة، يعني نفس اللون تقريبا مع ديكورات الغرفة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على سيفون، يعني حمام متكامل، وتواليت أيضا. متابعينا الكرام، هذه كل تفاصيل الشقة. خلينا نشوف سعر الشقة وكل تفاصيلها بالنهاية، أو باقي تفاصيلها في نهاية هذا الفيديو. ومثل ما عودناكم تابعوا بقية عروضنا. حياكم الله.
متابعينا الكرام، شفنا شقة بكل تفاصيلها وميزاتها. أيضا الشقة قريبة عن البحر، يعني ممكن من الصالون نشوف البحر، وأيضا ممكن من المطبخ نشوف البحر. سعر هذه الشقة 1,600,000 ليرة تركية، أي بما يعادل 190,000 دولار أمريكي. متابعينا الكرام، لا تنسون الاشتراك على قناتنا على اليوتيوب، ومتابعتنا على الفيسبوك والانستغرام كلها باسم حيدر يلوى، وتابعوا بقية عروضنا على الفيسبوك والانستغرام وكذلك على اليوتيوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.